السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعي قناة ملوك الزراعة. كثير من المزارعين وهواة الزراعة يسألوا متى أفضل وقت لزراعة الطماطم؟ طبعا الجواب يعتمد على درجة الحرارة والمناخ في منطقتك، يعني المنطقة اللي تعيش فيها سواء كان درجة الحرارة منخفضة أو مرتفعة. هذا يعتمد على هذه النقطة، درجة الحرارة والمناخ، لأن الطماطم نبات حساس للبرد الشديد والحرارة المرتفعة. يعني الطماطم لا ينمو أو يكون ضعيف النمو في المناطق الشديدة البرودة، وأيضا في المناطق شديدة الحرارة. يعني عندنا في المناطق شديدة البرودة ممكن أن نزرع الطماطم في الصيف، وفي المناطق المرتفعة الحرارة ممكن أن نزرع الطماطم في الشتاء، وهكذا. طبعا درجة الحرارة المناسبة لنمو الطماطم هي بين 18 إلى 28 درجة مئوية. إذا نزلت عن 10 أو ارتفعت فوق 35 يقل النمو والإنتاج بشكل واضح، يعني يكون النمو الطماطم ضعيف جدا. تلاحظ الشجرة ضعيفة بعكس النمو في الموسم نفسه، يعني عند درجة الحرارة. ويكون الانتاج واضح، يعني واضح، يكون الانتاج ضعيف بشكل واضح جدا. طبعا في المناطق الدافئة عندنا 3 عروات أو 3 مواسم رئيسية. هي العروة الشتوية أو الموسم الشتوي من أكتوبر إلى ديسمبر، العروة الربيعية أو الموسم الربيعي من يناير إلى مارس، العروة الصيفية في يوليو وأغسطس، لكن بشرط توفير ري كافي وتظليل خفيف، لأنه صيف يعني يكون الحرارة شديدة. أما في المناطق الأبرد فالطريقة تختلف. نزرع البذور أولا في مشتل محمي خلال فبراير أو مارس، وبعد ما يروح خطر الصقيع أو البرد نقوم بنقل الشتلات إلى الأرض المكشوفة. طبعا لنجاح زراعة الطماطم استخدم تربة مفككة جيدة الصرف، التزم بالري المنتظم بدون تغريق، بدل مكان الزراعة كل موسم عشان تتفادى الأمراض. وفي الحر الشديد استخدم شبك تظليل علشان الظل يعني يحمي الأشجار من أو نباتات الطماطم من الشمس المباشرة القوية. طبعا باختصار شديد، راقب الحرارة وحدد العروة أو الموسم المناسب لمناخ منطقتك، وبذلك تحصل على محصول طماطم وفير وطعم ممتاز. يعني المناخ والحرارة والبرودة هو العامل الأساسي في زراعة الطماطم. يعني لا يوجد موعد معين لزراعة الطماطم، وهذا يعتمد على مناخ المنطقة التي تعيش فيها. وشكرا لكم جميعا.